بمبادرة ملفتة وللسنة الثانية على التوالي، أقام الطبيب التجميلي دكتور هراج صغبازاريان حفل تكريمي خاص لنخبة من نجوم الزمن الجميل بفندق ريجنسي بالاس، وهالتكريم حمل طابع معنوي ومادي، الأمر اللي فعلا ميزه عن غيره من الاحتفالات التكريمية. نحن هالسنة حبينا نعمل شيء جديد، غير انه العمالقة من زمن الجميل، غير انه هن كلاس A بلس. حبينا نعمل مبادرة انه يغطوا حياتهم لمدة سنة، بوليس التأمين لللايف انشورنس ولسيارتهم كمان، لأن تعرفي فنان بس يكبر للأسف أحيانا عم نشوفهم قدام المستشفيات وعم نقول طب ليش ما مش نحن كبرنا على أفلامهم وأغانيهم. ففكرنا بهالمبادرة للبنانيين. البداية مع الفنان القدير دوراد لحام اللي كان من بين المكرمين ووصل مع زوجته إلى الحفل، فعبر نشرتنا عن فرحته بهالتكريم. قد ايه بيعني لك هذا التكريم؟ بيعني لي كثير، يعني خاصة انه يعني الناس ما زالت شايفتنا. أما أي دور برأيه رسخ بقلبه وجعله من أهم نجوم الزمن الجميل، وهل رح نشوفه بعمل درامي خلال شهر رمضان المبارك؟ أكيد بحب شخصية غوار، ومن الجديد بحب شخصية أبو سامي بسنعود بعد قليل. رح نشوفك برمضان؟ بتشوفيني بالبيت. الفنان القدير سمير صبري اللي اجى خصيصا من مصر حاب يوجه كلمة خاصة لبيروت بهالمناسبة. بيروت مش غريبة عليا، أنا تقريبا كل شهر باجي بيروت لأني بحب لبنان جدا، بحب أهل لبنان، وبلاقي نفسي هنا في كل ما يكون عندي وقت أجازة يعني أجي أقضي 3-4 أيام هنا، أسترجع ذكريات طفولتي وشبابي اللي أنا قضيتها في الزمن الجميل. اشتقنا لك على الشاشة، رح نشوفك قريبا بعمل مسلسل درامي فيلم إن شاء الله هتشوفيني في رمضان في حاجة، بس مش هقول لك عليها دلوقتي. ليه؟ مقرب رمضان؟ لا فاضل شهرين لسه. كان لافت جدا تكريم الفنان القدير يوسف شعبان اللي بدوره وجه كلمة من القلب للقيمين على التكريم، وكان حضر برفقة الفنان فاروق الفيشاوي اللي امتنع عن الإدلاء بأي تصريح إعلامي لأي وسيلة إعلامية. سعيد جدا يعني، والتكريم جه في وقته. جه في وقته من ناحيتي ومن ناحية الفن في الدول العربية يعني. أي دور هيك رسخ فيك بنفسك وعن جد ساعدك إنك تكون من نجوم الزمن الجميل؟ كل الأدوار اللي أنا عملتها في فترة كلها. إحنا بذلنا مجهود كبير جدا يعني. إحنا كنا بنشتغل مش من أجل المادة، من أجل البلد وحضارة البلد لصالح البلد. شلنا الراية من الأساتذة اللي علمونا اللي قبلينا، شلنا الراية وحملناها وأدينا الواجب اللي علينا كويس أوي الحمد لله. بس اللي موجودين دلوقتي ما شالوش لا راية ولا نيلة. الفنان المصري نجوى فؤاد واللي كانت اعتزلت الرقص من 11 سنة وأكثر فاجأت الحاضرين بتقديم وصلة رقص قصيرة بناء على رغبة محبينا. أما شو قالت لنشرتنا وهل رح نشوفها بعمل جديد قريبا؟ أولا أنا السنة اللي فاتت كرمت في الحفل، فبيعني لي حاجات كتير جدا، فرحانة وسعيدة وبفكر أعمل إيه جديد بقى عشان يثبت هذا التكريم مثلا، لأنه هو قدرني أو الجمعية قدرتني، فأنا ما عندكيش فكرة إني أنا سعيدة قد إيه. رح نشوفك ببرنامج استعراضي أو شيء رح ترجعي فيه قريبا؟ لا أنا معتزلة بقالي 11 سنة تقريبا، لكن أنا بمثل طبعا ولا مانع من في موقف في فيلم في بيستدعي لأن أنا مثلا أرقص فيه، ده ممكن يعني أديه، وإن شاء الله ربنا يسهل رمضان جاي. الحمد لله على السلامة. الفنان الكبير صلاح تيزاني عبر لأغاني عن وجع الممثل اللبناني وإهمال الدولة له، بالإضافة لصرخة كبيرة وموجعة كان أطلقها من منصة الحفل. نحن الحمد لله ما في غير متكرم من هالجمعيات والمؤسسات، وهرات شهادة هالإنسان اللي هيك بيحب بلده وفنه وشغله وعمله وعم يكرم هالفنانين، كتر خيره. بس كنا بنتمنى انه هاللفتة تكون من الدولة اللي هي الدول، بكل دول العالم بيعملوا مهرجانات بيكرموا فنانينهم ومبدعينهم
وشعراءهم ومثقفينهم ورياضيينهم وهالاشياء. هالبلد ما في حدا الا اشياء شغلات فرديه بتصير، ونحن بنشكره للاخ راتش على هالتكريم. وانا هالتكريم هذا بهدي لهالمجموعه اللي كانت معي وتركتنا وراحت، الله يرحمهم. ومتمنى انه يستمر هالنوع من التكريم. بس انا بتمنى التكريم ما بس هالاشياء المعنويه، تبقى تكريم مادي يعني كمان. هالفنان بس يكبر ويصير بعمر، شو بتعني له هالقطعه اللي بيعطوه اياه؟ يعني فاتورة صغيرة هيك قدموا له زرقاء حمراء خضراء. الفنانة المصرية لبلبة اللي كانت من أبرز المكرمات بهالليلة الخاصة رفضت الإدلاء بأي تصريح إعلامي، لكن بعد إصرارنا الكبير وجهت كلمة صغيرة لمحبينا وللشعب اللبناني. أنا ذكرياتي كتيرة قوي وجميلة قوي. من سن 7 سنوات أنا غنيت في بيروت مع الأستاذ عبد الحليم حافظ الله يرحمه، وبيعنيني التكريم شيء رائع جدا. على عكس هدوء لبلبة، الفنانة السورية رغدة كان واضح عليها الغضب ولأهداف غير مبررة. حاولت اللفتة التكريمية اللي حابة تقدم لها إياها بيروت لخطاب سياسي بيتوافق مع آرائها ومصالحها الشخصية. أنا ما بدي أقول شيء، بس بدي أقول شغلة واحدة بس. قلت له حبيبي قلبي، إعلامك اللي إجا امبارح على المطار عم بيطرح أسئلة لازم جاوبه. ما بزبط. أنا بنت سورية، سورية المولد، عربية الهوى مش مصر بس. إذا حدا حكاني من الإعلام يعرف إنه مع مين عم بيحكي. ما بسكت. ليش؟ كيف تطلب مني ما أحكي في السياسة؟ هلا شو المهرجان يسوي؟ شو الفنان؟ ليكو وغيره. كيف أنا أفصل الفن عن السياسة؟ ما بقدر أفصل. بالذات في هذا الوقت. بس هذا بدي اقوله. فالحمد لله انه ما في اعلاميين اليوم حكوني في السياسه. لا وقف المزيكا، وقف، اهدى. لا ما حدا يقدر علي حبيبي. انا بنت حلب اللي تحررت حلب الابيه. شهباء، انا الشهباء. ما حدا بيقول لي. صحيح أنا بشكرك إنك دعيتني لتكريم، بس نفس الوقت ما حدا بيفرض علي شيء لأني بنت سوريا، مثل ما حدا قدر يفرض على قيادتنا ورئيسنا وجيشنا شيء. ما حدا حيقدر علينا ونصب لنا. شكرا. آسفة جدا. رغدة ما اكتفت بهالتصرف الغريب، فحاولت خلق نوع من الفوضى بالحفل، الأمر اللي انتقده النجوم بشكل كبير واعتبروه مسيء لا أسمى ولا فنة. وشكرا خاص جدا لأستاذي ومعلمي وأبويا الروحي نورين لحان، بس بتطلقها. لك صار لك كم سنة موعدني من أيام الحدود. شو قالكم في الحدود؟ قال شو؟ لك بهالغابة خلفي تيس، خلفي شو؟ ستك اللي شاطرة بخلفة التيوس. السيناريست الكبير والمنتج مدحت العدل اللي برصيده أهم الأعمال الدرامية والسينمائية كان واضح عليه أثناء إلقائه لكلمته محبته الكبيرة للبنان وللسيدة فيروز. أما سؤال نشرتنا عن تعلقه بلبنان وهل بفكر بتقديم عمل بجسد سيرة حياة السيدة فيروز؟ فرحان طبعا بالتكريم جدا جدا، لان انا زي ما بقول ما تتكرم في بلد فيروز والرهبانيه ووديع الصافي وفريد الأطرش وإيليا ابو ماضي والاخطل الصغير، فانت بتتكرم في بلد الفن. فلما بلد الفن تكرمك كفنان ده بيدي للتكريم معنى مختلف خالص. سعيد جدا بيه وفرحان بيه. الحمد لله ان حد بيقول لك متشكرين على اللي انت عملته في مشوار حياتك. ممكن نشوف عمل من انتاجك او كتابتك بجسد حياة السيدة فيروز؟ بصي، إذا حدث هذا وإذا وافقت عليه السيدة فيروز أعتقد إن أنا مش هعمل حاجة بعده. يعني الحقيقة يعني عشان تختم حياتك بسيرة حياة فيروز
والرهبانية، لأن فيروز تجربة رهبانية، وأنا بقول تاريخ الموسيقى العربية لم يتطور إلا عبر اثنين، سيد درويش والرهبانية. أي حاجة غير كده تنويع على هذا التطور، وبالتالي إذا سمح لي، أنا أصلا نفسي أشوف فيروز مش أكتب عمل عنها، فأنا لما نفسي أقابلها وألتقيها، لأن أنا تكون وجداني عبر فيروز وأغانيها وعبر الرهبانية، وأنا لا أكتب إلا وصوت فيروز في ودني. وبالتالي طبعا لو اللي حضرتك بتقوليه ده يبقى أعظم اختتام لحياتي. الفنان الياس الرحباني اللي قدم آلاف الأعمال الموسيقية كان من بين الحاضرين، فوجه كلمة عبر نشرتنا للدولة اللبنانية. أنا دايما هالأشياء بتعني لي بالفرح، وبقول يا رب يغير لهم عقلهم للبنانية اللي هن عم بيخربوا الموسيقى، والدولة ما بهمها ومش سألاني، وصار لي 50 سنة بناضل وربحت العالم كله، مش من ورا لبنان، من ورا حالي، لأنه ربحتها بالإنجليزي وبالإيطالي وبالفرنسي وبالعربي، وإجوا الفرنساوية علقوا وسام إلي مؤخرا منن عارفين إنه لبنان فرانكوفوني. الممثل القدير عبد المجيد مرذوب البعيد نسبيا عن الإعلام أعلن عن فرحته بهالتكريم. أما شو رأيه بالمشهد الدرامي على الساحة اللبنانية؟ وهل رح نشوفه عن جديد على الشاشة؟ عندما تقولي الزمن الجميل يعني الكل مرتاح وفي راحة ويبدع بصدق بأمانة بإيمان بآمال. هذا الزمن فيه هيك هلا للأسف الشديد، فلذلك تجد الناس مندفعة في تكريم ذاك الزمن وكأنهم مشتاقون إليه ويرجون أن يعود. أنا ربما أسباب غيابي أنه أنا لا أقبل أن أنغمس إلا بشيء قيمة أستطيع أن أطل من خلاله على أحبائي الذين صنعوني برضاهم لأقول لهم أنا ما زلت وها أنا ذا. راضي اليوم عن المشهد الدرامي بلبنان والسينمائي؟ يعني هو المنطوق في هذا الزمن. أنت راضية عن كل الأحوال في هذا الزمن؟ ما هو يمثل ما الحياة تجري فيه للأسف الشديد. من دهنه سقيله بيقولوا. الفنانة إليسار، مادلين مطر، جورج وديع الصافي اللي قدموا بعض الوصلات الغنائية الخاصة بالاحتفال عبروا عن سعادتهم بهالمناسبة. الله يطول بعمارهم ويرحم اللي راحوا والدنيا بعدها بألف خير، وهيدي الليلة جرعة وفا لهالناس اللي تعبوا ولاقوا. وأنا بعرف قيمة هالشغلة، قديش كان بيي يحس بدفء ويرجع يجدد شبابه كل ما يتكرم. بعرف قيمتها، وإن شاء الله تضل الدنيا بألف خير مثل ما هي الليلة كمان. كمان المكرمين هن أسماء أكبر وأكبر وزمن جميل رائع جدا. فخورة أني باللجنة، فخورة أني كمان حقدم اليوم عمل ديو مع الكبير كمان جورج وديع الصافي من ألحان مايسترو الأحسان المنذر وكلمات توني أبي كرم. كثير مبسوطة. أول شيء بدي أشكر دكتور هراتش على هالمبادرة الفردية اللي خلت جيلين يلتقوا مع بعض، الجيل القديم اللي نحن ربينا عليه وهن مدرسة فنية كبيرة وتأثرنا فيهم كثير، ونحن الجيل الجديد بشكره كثير. هيدي تاني سنة على فكرة أنا بشارك بالمهرجان، أول مرة كان سنة الماضي وصراحة ما صدقت شفتهم، لأنه بتعرفي أوقات بيكونوا هن المدرسة وأنت التلميذ وبدك تشوفيهم وتبوسيهم لأنه هن تركوا بصمة وأثر. فسعيدة هالمرة كمان إني أكون بيناتهم. أكيد عازف الطبلة إليان ساركيسيان ونجل الراحل ستراك ساركيسيان تحدث لأول مرة خلال لقائه معنا عن تكريم والده عن مسؤوليته بإكمال المسيرة، وهل برأيه والده أخذ حقه فعليا بلبنان ومن قبل الدولة؟ ستراك تعرفي ترك بصمة بالفن، وأستاذ الحكيم هراتش بشكره على اللفتة الحلوة، وإن شاء الله نكون نحن بالموسيقى كمان الشباب المنخرطين بهالموضوع نكون قد المسؤولية نقدر نكمل هالرسالة. برأيك أخذ حقه مثل ما لازم على قيد الحياة لما كان عايش ولا لا؟ أخذ حقه
أنا بقول إيه، لأنه يلي بحبوه، يلي هو كان بحبهم، كانوا حده دائما طول الوقت، ما تركوه لآخر دقيقة، كانوا حده. الدولة اللبنانية كانت حده؟ الدولة اللبنانية مثل كل هالفنانين، يعني قد ما فيها عم بتجرب وانس ان وايل بيكونوا حده، بس انه بتعرفي دائما في تقصير من الدولة، بس هيدا لبنان. وجوه عديدة شاركت وحضرت الاحتفال، ومنهم الفيرا يونس، ليليان نمري، مها سلمى، ماتيلدا فرج الله، طونيا أبي كرم، بودي نعوم وغيرهم من الشخصيات اللي وجهوا كلمة بهالمناسبة. مجرد انه حدا يقدر السنين الكلها اللي قضيناها، نقدم أعمال وننطر إذا راضي الشعب عن الأعمال ولا لا. بهمني كتير انه حدا يرجع للأصالة ويقول كلمته، يعني ويقول ميرسي مثلا، بيشكرنا على تعبنا. هيدي بتعني كتير يعني معنويا أكيد. كل المناسبات اللي بيعملهم دكتور هراتش عن جد كتير مميزين، وكتر خيره يعني عم بيفكر بهالفنانين الكبار تبعول الزمن الجميل. دايما كلمة شكرا حلوة، ودايما التكريم حلو، خاصة إذا طلع كمان من مدينة جميلة مثل مدينة بيروت. والموضوع أنا كتير حبيته، فأنا بهنيهم من قلبي إنه الزمن الجميل يعني ناس أبدعوا، أعطوا سنوات من عمر، من نجاح، من فرح، من حزن، روعة. كتير مهم هيدا الموضوع وعم يتطور، هيدا هو الأهم، إنه بتبلش كل الأمور بحلم أو فكرة وبتصير واقع كبير. وبدي أقول له لدكتور هراتش برافو، قدر يعمل شيء من فكرة فكر فيها، حلم فيها وحققها. الأعمال والإنجازات والإبداع اللي بيقدموه هيدا هو الزمن الجميل. يعني أنا عندي أغاني صار عمرها 20 سنة لهلا، هيدا زمن جميل. لما تسمع جني جني يا عيوني صار عمرها 20 سنة بعدها اليوم، هيدا زمن جميل. كتير مبسوط إنه عم بيتكرموا عنا، والمبادرة اللي عملها دكتور هراتش شغلة كتير كبيرة. بنتأمل نحن مع الزمن اللي جاي كمان يكرمونا، بس نتأمل إنه نتكرم بالزمن الجديد كمان، بس مش بالزمن القديم. كانت التفاتة حلوة من دكتور هراتش والمجموعة ولجنة الحكم. بعتقد أنا أنه هيدا الشيء من المفروض أنه تقوم فيه طبعا الدولة اللبنانية، تهتم بفنانينا. هيدا الشيء غايب بالوقت الحاضر، إن شاء الله بالمرحلة المقبلة يكون في اهتمامات بهيك نوع من التكريم. كتير حلو أنه نكرم أشخاص عطت، ويمكن هي قادرة بعد تعطي أصلاً. واللي بدي اقوله واللي حاسس بقلبي هو هل بعد 30 سنه حدا رح يكرم اللي موجودين اليوم عم بيعملوا؟ وسؤال تاني بيطرح عنا سؤال براسنا، هل نحن اليوم عم نعمل شيء يبقى زمن جميل؟ أنا بشرفنا إنه الليلة يكون موجودة بحفل تكريم لفنانين نحن ربينا على أعمالهم وتأثرنا بفنهم، فبدعوة أكيد من دكتور هراتش هو اللي منظم اليوم بهالاحتفال الكبير، وشرف لي أن يكون موجودة مع عمالقة مثلهم أكيد. مع هاللفتة التكريمية اللي شهدتها بيروت مساء امبارح، أثبت المكرمين أنه كانوا وراح يضلوا نجوم الزمن الجميل الحاضر والمستقبل بأعمالهم اللي رح تبقى خالدة، وفنهم الحقيقي اللي أصبح وجوده حاليا شبه نادر، على أمل تصبح الخطوة التكريمية المادية والمعنوية عدوى إيجابية لباقي جوائز الحفلات التكريمية.